السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى نستعد بقى للجلاش والكنافة والقطايف والحاجات الحلوة دي. والنهاردة بقى الخميس وجوه آخر الليل، طبعا كلكم مجربينه. عايزة اكل حاجة مسكرة وفي نفس الوقت مكسلة كده. لا يا بنت قومي اشجعي، يلا انت وهي قومي شوفي ايه اللي في التلاجة اعمليه. لقيت بقى عندي لفتين جلاش، قلت لهم تعالوا هنا، انتوا رايحين فين؟ مالكوش صاحب كده؟ رحت واخداهم ورحت بقى حطيت كوبايتين سكر على النار، عليهم كوباية ونص مية ونص ليمونة، وسبتهم مع بعضهم يغلوا. ما تقلبيش السكر او لما تعمليه عشان ما يسكرش منك. وبعدين بقى ايه، في حاجه كده هعملها اليومين الجايين مع بعضنا، عايزين نعملها ان شاء الله. عايزين نعمل قمر الدين في البيت. فشفت بقى الوصفه فيها عسل كلوكوز، وبصراحه ربنا يا اختي انت وهي، انا اول مره اجيبه بس بصراحه عجبني. حطيت منه معلقه كده على الشربات. مجرد ما حطيته بعد ما الشربات غلي، تحطي معلقه منه تلاقيه تقل كده معاكي كأنه مثلا زي الخميره. وبعدين بقى رحنا جايبين صينيه حلوه بتاعتنا كده. انا عايزه اقول لكم الجو ساقع وانا سقعانه جدا والله. المهم بصوا بقى الطريقه بتاعتي دي جديده شويه، هنعملها النهارده مع بعضنا في الجلاش. هتسهل عليكي في الوقت والمجهود، بما اننا احنا جايه كده سقعانين، فعايزين ايه؟ حاجه ناكلها على السريع. تجيبي لفه الجلاش وتقسميها على قد ما انت عايزه. يعني انا بصوا حطيت 4 صوابع كده ورحت قسماها. هاخد الحته الاولانيه دي احطها على الحته التانية واقطعها، المهم كلهم يكونوا مقاس واحد. ولو جيتي في الحته الاخيره لقيتي فيها زياده بنقطعها عادي، مش هيحصل لها حاجه. بس اوعي ترميها، حرام، مش هنرمي حاجه. احنا عايزين نبقى ستات بيوت شاطرين كده ونوفر وندبر. نعين لو في اي هري او اي حاجه من الجلاش دوت، ممكن نعينه في كيس بعد كده في الفريزر بنستخدمه. في طريقه جلاش برضه انا كنت عاملاها قبل كده بالهري بتاع الجلاش ده، فينفعنا والله قوي. يلا بقى استعد انت وهي، رمضان داخل على ابواب، يعني عايزه الحاجات الحلوه المسكره دي كتير. بما ان كده كده الدنيا بايظه في الرجيم، فيلا بقى ناكل حاجه مسكره قبل ما ننام. بعدين بقى جبنا اللفه الاولانيه، رحنا قاسمينها برضو بالعرض كده 4 صوابع، ونروح عاملينها زي نظام الحجاب كده، هنطبق النص ده على النص ده. اظن مفيش اسهل من كده يا اختي انت وهي. عشان ما تقوليش بقى انا ما بعرفش اعمل حلويات. اصلا انا ما بعرفش، ماليش في الحلويات ولا ليا في حاجه. مفيش حاجه اسمها كده، احنا لازم نتعود مع بعضنا كده واحده واحده، وندرب نفسنا ونشوف هنعمل ايه عشان رمضان داخل علينا. بصوا اللفة طلعت معايا 4 اهو، يعني 4 مستطيلات. 4 مستطيلات هيدوني 4 مثلثات، هتبقى مورقة كده معاكي وهتبقى طرية من جوه. بصوا لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو، متنسيش تدوسي اللايك وتقولي كومنت حلو زيك، وتقولي انت بتعملي الجلاش بأنهي طريقة. اهو هاخد بقى الناحية دي على الناحية دي. بس كده. في اسهل من كده؟ نروح نرصهم في الصينية اللي طبعا عملناها بالسمنة، ونكون مسيحين سمنة على النار عشان هنحتاجها. ولا بقى كل رق نحط فيه سمنة، ولا الطريقة بتاعت امي وامك بتاعت زمان دي. اهو بصوا مفيش اسهل من كده. يعني وانتي واقفة في المطبخ في 5 دقايق هتعملي احلى صينية جلاش. مش هكدب عليك، وانا والله كنت بحضر في العشاء كنت بعمل صينية الجلاش، يعني حاجة بسيطة كده على طول. ومفيهاش تكلفة، لفة الجلاش ب15 جنيه، وفي ناس بتبيعها ب10 جنيه. اللفة دي اللي هي غنيم دي انا جايبها ب10 جنيه، بس اجيبها من المساكن يعني. يلا بقى اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان تشوفي كل جديد. بصي اهو، عملتها معاكم كذا مرة عشان تشوفيها. رصيها بقى في الصينية، انت هتلاقي اصلا المثلثات هتدخل في بعضها. بصوا شايفين الحلاوة؟ ادي الصينية اهي خلصتها. هنروح بقى جايبين بقى ايه السمنة اللي مسيحينها، ونروح ماسحين الوش بتاعه كله بالسمنة. كده كده في سمنة من تحت، يبقى في سمنة من تحت ومن فوق، ولما نمسحها هتنزل في الطبقات اللي تحت. ايه الحلويات دي يا ولاد؟ بصوا شايفين الحلاوة؟ بعد كده بقى نكون طبعا مسخنين الفرن، والشربات عندي خلاص اتعمل وركناها على الجنب، عشان اول ما الجلاش يخرج وهو سخن على طول نروح ساقين بيه الشربات. دي اللفة التانية بقى، هنعملها نظام شرايح طويلة كده، ايه صوابع طويلة. بس الصينية كانت عندي قصيرة شوية، فانا ايه اديتها تانية من الجنب كده كأنها واخدة ملفة عادي، اعديها بقى، ما احنا اخوات مع بعضينا. قبل ما ندخلي صينية الجلاش لازم تقطعيها. ما تبقيش شاطرة انت وهي وفي الاخر تسيبوا الجلاش وتيجي تقطعيه في الاخر يتكسر منك. اهو بصي السمنة بقى دخلت فيه وحطيناها في الفرن. بصوا بقى الحلاوة، قولوا الله اكبر. شايفين؟ والله يا جماعة مورق من جوه وطعمه تحفة، وخفيف وسهل على طول، ممكن تعمليه في اي وقت. شايفين؟ بصوا اللون طالع ذهبي من الناحيتين، كان ذهبي كده. بصوا الصينية التانية هننزل عليها بالشربات. برضو العسل الجلوكوز عمل شغل برضو يا جماعة. لا صرفت وكلفت، انا كده صرفت وكلفت يا جماعة. بطرمان عسل جلوكوز ب30 جنيه، يلا ان شاء الله ما حد حوش. اه شايفين؟
بصي تقل الشربات حلو، ولا تقيل ولا خفيف. ده شربات الجلاش بيبقى وسط، مش ولا تقيل اوي ولا خفيف اوي. شايفين الحلويات يا جماعه؟ قولولي بقى انهي طريقه حبيتوها معايا النهارده. مش عارفه ايه البتاعه السودا دي. لو في طريقه منهم عجبتك عرفيني وقوليلي انت هتجربي انهي طريقه ان شاء الله في رمضان. بصوا، والتسويه بتاعتها زي الفل. ما تنسيش بقى تشتركوا في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.